السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على الرسول وبسم الله. زي ما انتم شايفين كده هنعمل صينية فراخ كده في الفرن، تستاهل بقكم، والله تستاهل بقكم. لو عملتوها بنفس الطريقة دي بصوا هتدعولي وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في صينية البطاطس اللذيذة الجميلة دي. إيه بطاطس؟ ايه، فراخ يا جماعة، فراخ. انا قلت فراخ مش بطاطس، معلش. فهنا بقى معايا هنا حبايب قلبي بصلتين كبار حلوين كده مالين مركزهم، وعليهم قرن فلفل سبايسي. طبعا اختياري الفلفل السبايسي، عايزه تحطي فلفل عادي عادي مفيش مشكله، لكن انا بحب ان انا كده انا بحب الحاجه السبايسي كده بنات، ومبحبش برضو اكتر في نفس الوقت عشان خاطر الاولاد. فهنا بقى ضفت مرق الدجاج. انا بحب المرقه في كل اكله زي ما انتم عارفين، وبعشقها يعني العشق بتاعي المرقه ديت. وفص من الثوم، هنزل بالبهارات: فلفل اسود، ملح، بابريكا، كمون، كزبره، بهارات فراخ. تمام يا بنات. ونمسك بقى الفراخ احنا غسلينها وصفينها، هنحطها كده بقى وندملجها كده وندعكها في بعض كده، وندعك كل الخلطه اللي انتوا شايفينها دي في قلب الفراخ. تمام. هعمل معاكم يا بنات فراخ، فراخ ومكرونه بشاميل. انا طبعا عملت الفراخ وعلقت عليها، كان لسه ابني راح يجيب لي اللحمه المفرومه. تمام تمام. طبعا ابني جاب لي مش لحمه مفرومه، جاب لي فراخ بانيه، يعني كان عايز، يعني انا عملت مكرونه بشاميل بالفراخ مش باللحمه المفرومه. اوكي لحد كده تمام. انا لو كنت اعرف ان هو هيجيب لي بانيه انا كنت لغيت الفراخ دي تماما، عشان جوزي بيحب ياكل فيها بانيه، فراخ بانيه، يا اما لو هي يعني بشاميل عاديه بيحب ياكل جنبها بانيه. واللهم صل وبارك. فراخ اللي انا بعملها دي عشان ما ببقاش محتاجه شوربه بقى لاي حاجه تانية، فانا بعملها صينيه وبدخلها الفرن وخلاص على كده. تمام يا بنات، تمام يا بنات. بدعكم في بعض كده. لكن الفراخ انا سبتها لتاني يوم، ما خسرتش ولا حاجه، قدر الله ما شاء فعل. وكلتها وكلناها تاني يوم على طول، بسم الله ما شاء الله برضو. يعني عملت جنبها طبق ملوخيه كده جميل برضو، واكلناها مع الملوخيه تاني يوم، واستكفينا بالمكرونه بالفراخ البشاميل. تمام يا بنات. يا رب يكون المعلومه وصلتكم وفاهمين اللي انا بقوله. تمام. انا بقى كده خلاص. عملت رصيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وضربت طماطمتين في الخلاط، وقمت نزلت بيهم كده على وش الفراخ يا بنات، وحطيتها في الفرن. وهنسيبها بقى يعني تستوي براحتها. طبعا هي ما بتاخدش سوا كتير، دي بسم الله ما شاء الله 10 دقايق وتلاقيه نفس ما بتاخدش سوا كتير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، غير اللحمه تماما، بسم الله ما شاء الله. هغطيها كده يا بنات وهدخلها الفرن. وطبعا الشوايه الشوايه هشغلها بعد كده بقى، بعد ما هي تستوي كده وتنزل ميتها وتبقى مستويه كده وجميله. هنزل هفتح عليها الشوايه. هنا بقى ميه مغليه، حطيت ضفت ملح فيها، ومعايا كيسين من المكرونه اقلام، هضيف المكرونه في الميه. ومش هحط زيت علشان خاطر انا هعمل المكرونه بشاميل، مش هعملها بالصلصه. انا عايزه النشا بتاعها، مش عايزاها تلمع ولا حاجه، انا عايزاها متماسكه كده حبايب قلبي. خلاص يا بنات. نزلت بالكيسين زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبها كويس، وهسيبها بقى تستوي. وبعدين هصفيها من المية السخنة، ومش هغسلها علشان انا عايزة النشا بتاعتها، عايزاها متماسكة متماسكة في بعض كده. تمام. لو لسه اول مرة تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك والشير عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. طبعا انا صفيتها يا بنات اهوت، وما غسلتهاش تحت المية ولا حاجة، زي ما قلت لكم عايزاها متماسكة. وتعالوا بقى نعمل الفراخ اللي قطعناها للمكرونه. يلا انا قطعتها كده بعيد عن الكاميرا علشان ما اطولش عليكم، بس غسلتها غسيل كويس جدا جدا من النار. وهقطعها اهوت. شوفوا بقول لكم، شوفوا انا غسلاها كويس جدا جدا، ليمون وملح ودقيق، وتعملوا لها كده محلول جميل كده علشان تتنقع فيه. وبعدين كده خلاص بقى تبدأي تقطعيها وتشتغلي فيها خلاص مكعبات صغيرة كده. هنا بقى معايا الطاسة، هنزل فيه نقطة من الزيت او معلقتين من الزيت. وهضيف البانيه بتاعي. انا سايبه بس الطاسه بس تنشف من الميه، عشان انا من النوع اللي انا بحب اغسل الحاجه اللي انا ببقى عيناها، يعني المواعين اللي انا عيناها في المطبخ بغسلها قبل ما استعملها تاني. الزيت كده سخن خلاص يا بنات، وبعدين هنزل
اللهم صل وبارك البانيه بتاعي، وهقلبه تقلبتين كده لحد ما ياخد صدمة، الفراخ تاخد صدمة، وبعدين هنزل بالبهارات. خلاص. هنا بقى كأنك بتعملي الشاورما يعني، ولا تضيفي بصل ولا حاجة، انتي بس هتخلي ايه البصمة كده البصمة صدمة بس كده اهوت، وخلاص هتنزلي بالمرقة. برضو بحب احط المرقة زي ما انتوا عارفين، بحب المرقة اللي بالفراخ يا بنات، ما بحبش المرقة اللي هي باللحمة، واحب المرقة اللي هي بالشريط، اللي هي مش في الكرتونة دي، بتبقى طرية كده، وحتى لما باجي استعملها وبمسكها كده بتلزق في الايد. لا، انا بحب اللي هي الشريط الاصفر الكبير ده، انا بحب ان انا اجيبه. المرقة دي بسم الله ما شاء الله بتودي الأكل في مكان تاني خالص بصراحة. هنا حطيت بقى فلفل أسود وملح وكمون وكزبرة وبابريكا وبابريكا وبهارات فراخ، وكان عندي طماطمتين كده حبيت ان انا ابشرهم واضيفهم عليهم. ده بقى من عندي، مش عارفه بقى انتوا بتعملوها زيي ولا لا. فاللي بيعملها زي كده يقولي في الكومنتات، واللي بيحب برضو المرقه زيي برضو يقولي في الكومنتات. خلاص، هقلبهم كويس على بعض كده يا بنات، وخلاص يا قلبي. هي اصلا مفيش اصلا 5 دقايق واستوت يعني، ما قعدتش يعني، يا دوبك انا بقلب كده فيها وهي استوت اصلا يعني. يعني هوريكم برضو هي قطعة منها ان هي استوت خلاص، ضفت المرقة خلاص، وبعدين خلاص كده ايه هتشوفوها دلوقتي. بصوا دايبة دوب، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش تصلوا على رسول مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا كده خلاص كنت طفيت عليها واستوت، وهوريكم اهي قطعة منها. بصوا اهي دايبة دوب ما شاء الله، في غمض في غمضة عين كده ماشي. هنا بقى يا بنات هنبدأ نعمل بشاميل بقى بتاعنا. هنا الحلة اللي انا كنت سلقة فيها المكرونة هي الحلة اللي انا هعمل فيها البشاميل، مش 100 حلة بقى توسخيها وتركيب المطبخ عليكي كده، لا لا. الحاجة كده تستعمليها مرة واحدة كده، تحس ان مفيش على الحوض اي حاجة، بسم الله ما شاء الله واقفة في المطبخ كده نضيف. هنا بقى هنزل ب8 معالق من الزيت و8 معالق من الدقيق. طبعا انا هنزل يعني نزلت يعني هتشوفوا الوقت معايا هتلاقي الدقيق هرمي كده، المعلقه هرميه كده، هتحس ان هي عايزه زيت تاني عادي، ضفت لها معلقتين كمان علشان إيه اعرف اقلبها كده كويس. وطبعا انت تبقي توطي الخطوه دي بالذات، لازم تبقى البوتاجاز شمعة العين كده، توطي عليه شمعة كده، بصي شمعة علشان خاطر البشاميل ما يكلكعش منك. خلاص. هنا بقى ايه 8 برضو معالق من الدقيق، لكن انا عملت بقى اللي هو ايه غرفت، انت عارفه غرفت الدقيق، بس انا بحب البشاميل كتير في المكرونه البشاميل بحبها جدا يعني، بحب البشاميل يبقى كتير جدا. وجوزي لو ملقاش البشاميل كتير ما ياكلش منها. احبها متغرقه كده، واحبها تنزل في قاع الصينيه كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هي اصلا ايه اصلا اللي بشاميل. ف فكده قلبتها كويس كده، فحسيت ان هي خلاص ايه ايه هتجمد مني. هقلب كويس، وبعدين هضيف ايه معلقتين من الزيت، هتشوفوا الوقت معايا. لو وصلت لحد كده معايا ما تنسينيش باللايك والاشتراك والشير عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. خلاص كده يا بنات. هي هنا بقى هضيف لها بقى ايه زيت على، وعادي لو حصل معاكي كده ضيف لها معلقتين من الزيت. انا طبعا بعاير للبنات المبتدئه، انا عارفه ان انا على فكره اول ما اتجوزت كنت مستصعبه جدا 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 مكرونه البشاميل دي، يعني كنت حاسه ان هي ايه ده، ازاي انتوا بتعملوا مكرونه بشاميل، بتعرفوا تعملوها ازاي؟ اكيد برضو ان شاء الله بعد الوصفه دي هتبقي حريفه فيها باذن الله تعالى. بس كده. وبعدين بقى خلاص كده هي فكت معايا بعد ما ضفت المعلقتين الزيت. ولما تحسي ان ريحه الدقيق طلع كده وبقبق كده بقبقت يعني الدقيق بقبق كده معاكي، اعرفي ان كده الدقيق استوى، هتنزلي باللبن. اوكي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ارحمنا واغفر لنا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنا هو إيه, حسيت خلاص بقى ريحتها طلعت وبقت معايا وساحت من بعض خالص، معلش متماسكة زي ما كنتوا شايفين. اللهم صل وبارك على الحبيب، اللهم بارك. خلاص هنضيف بقى ايه اللبن بتاعنا. قبل اللبن بقى انا بحب اعمل الخطوه دي، اللي انا احط المرقه وبعد الفلفل والملح. يعني انتي عايزه تضيفيها بعد اللبن مفيش مشكله، بس انا بحب الخطوه دي، مش عارفه بقى، انا مزاجي كده. فانا حطيت الملح وحبه ملح كده ما بين ايديكي يا حبيبتي، ما تكتريش عشان المرقه اصلا مملحه فيها ملح المرقه. فانتي مش هتضيفي ملح كتير علشان يعني تعرفي تاكلي البشاميل حلو كده وجميل وطعمه لذيذ. ما تكتريش من الملح، حبه كده ما بين صوابعك، والفلفل اسود. وخلاص على كده، وتقومي تنزلي بالايه باللبن، اوكي، او بالحليب. آه خلاص كده بقى يا بنات، خلاص كده هي استوت. هنزل بقى باللبن. البهارات بتاعة البشاميل عبارة تاني، هقول تاني، عبارة عن الملح والفلفل الأسود والمرقة بس، مفيش أكتر من كده بهارات تحطيها. ونقوم حاطين اللبن بقى. أنا حطيت هنا كيلو حق وشوية كده، علشان خاطر هو كتلت معايا اهيت زي ما انتوا شايفين. خلاص هحط حبة كمان، وافضل بقى اقلب 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 لحد ما كل ال الكتل دي كلها تسيح معايا. وزي ما هتشوفوا كده معايا، عايزة قوامه هيكون اللي هو الكريمي. شفتوا القوام الكريمي؟ انا عايزة القوام اللي انتوا هتشوفوه في الوقت حالا. شفتوا بقى؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. فضلت اقلب اقلب لحد ما فكت كده من بعض، فكوا من بعض ووصل للقوام دوت. خلاص انا طفيت خلاص كده ايه البوتاجاز، مش عايزه انا بقى النار تاني خالص. تمام يا بنات. ايه على فكره، لو انتي ما عندكيش يعني إيه، ما عندكش كيلو الا كيلو لبن وعندك شوربه في التلاجة وكتلت معاكي، ممكن تضيفي شوربه عادي على فكره، بتبقى برضو طعمها لذيذ جدا. بس انا بحب اعملها باللبن بس. يعني انتي لو ما عندكيش لبن زيادة، عندك كيلو واحد مثلا ونزلتي بيه ولقيتيه كتل معاكي كده، إيه، وعندك في الفريزر مثلا شوربة، ممكن تضيفي شوربة برضو، مفيش مشكلة، بتبقى لذيذة وجميلة جدا جدا جدا. هنا بقى جبت صينية ودهنتها زيت، وبعدين قمت ضفت كده كمية من المكرونة وغرقتها كده من البشاميل، وبرصها كويس كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. طبعا الفراخ اللي انا عملتها دي مش تاكل النهارده، يعني يعني مش معقول بقى فراخ في المكرونه البشاميل وفراخ كمان بره المكرونه، فخساره وحرام يعني، بلاش تبذير. فاحنا يعني استكفينا بالمكرونه البشاميل بس. انا قدمتها في اخر الفيديو في الطبق على اساس ان انتوا تشوفوا مثلا ايه شكل الفراخ عامل ازاي، وكانت ريحتها خطيرة خطيرة. بصوا، عايزة اقول لكم قلب البيت كله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا جوزي طالع من تحت بيقول لي ايه الريحة الجميلة دي. وقمت بقى ايه، اللهم صل وبارك، ضفت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت ان انا احط الكمية التانية على الوش. شفتوا بقى عشان انا ما غسلتهاش يبقى عاملة ازاي متماسكة ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده خلاص بقى بظبطها كده، وبعدين هبدأ بقى ان انا انزل البشاميل كله بقى. شوف بقى البشاميل لما يبقى سايح كده على المكرونة وينزل في قاع الحلة بيبقى خطير خطير يا بنات. احلى حاجة اصلا في البشاميل لما تكتري البشاميل، إيه بيبقى خطير قوي يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والف هنا على اللي اكل، والف هنا على اللي هيجربها باذن الله تعالى، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. واشكركم شكرا جزيلا لكل اخ واخت بدعمني يقول لي يعني كومنت جميل بيفرحني. الف الف شكر ليكم وجزاك الله كل خير، إيه خارج مصر وجوه مصر. متشكرة جدا جدا لحضراتكم ووجودكم معايا على راسي من فوق. حبايب قلبي الغاليين، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويدومكم نعمة في حياتي.
هنا بقى خلاص كنت بظبط البشاميل وفتحت بقى ايه. لو طبعا انتي عندك الشواية والفرن بيشتغلوا عادي انتي هتفتحي الاتنين، لو عندك الفرن بيشتغل لوحده او طبعا انتي بتشغلي الفرن الاول وبعدين بتشغلي الشواية عليها وخلاص على كده. وهتشوفيها في اخر الفيديو جميلة وروعة وشها جميل جدا اهو. بصوا بقى، انا كنت عايزه اضيف كان عندي جبنه رومي في التلاجة مبشوره، كنت نفسي ان انا اضيف كده في الفراخ من تحت وعلى الوش، لكن ضاعت من بالي ساعتها يعني. في الوقت الحالي اللي انا كنت فيه ما تاهت خالص من بالي. فبعد ما دخلتها الفرن افتكرت، قلت مش مشكله، متعوضه المره الجايه. هنا بقى جوزي قطعها علشان ما كنتش قادره اقطعها، وانا بقى واقفه له بالاطباق اهوت عشان ما كنتش قادره يعني اقطعها من سخونيه البتاعه ديت الحله الصينيه. وبعدين كمان الاولاد واقفين عايزين يعني يوم صراحه يعني اتاخرت عليهم قوي. بصوا بقى ده القصد بقى اللي انا اقصده، ان البشاميل مغرقه، البشاميل اللي مغرقه خالص المكرونه زي ده اللي انا اقصده، ان انا بحب البشاميل كتير عشان كده تلاقي المكرونه بسم الله ما شاء الله كلها بشاميل. اللهم بارك، الف هنا على كل اللي اكل والف هنا على اللي هيجربها. وهنا بقى بمسح مطرحي كده عشان برضو اوريكم الفراخ اللي هي اتعانت دي والله العظيم مصطفى عمل فيها فصل ابن لذينه. شفتوا جمال الفراخ وحلاوته، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رايكم بقى يا بنات؟ ايه رايكم؟ قولولي في الكومنتات. يلا مع السلامه، باي باي.